وصلت إلى قاعدة الإسكندرية البحرية الفرقاطة برنيس من طراز فريم بيرجاميني لتنضم لأسطول القوات البحرية المصرية، حيث تم بناؤها بشركة فينكانتير الإيطالية وفقا لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح والكفاءة القتالية. وتعد الفرقاطة برنيس الثانية التي تنضم لأسطول القوات البحرية المصرية بعد انضمام الفرقاطة الجلالة، وقد تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا. وتتمتع الفرقاطة برنيس بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر، حيث تتميز بالقدرة على الإبحار لمسافة 6000 ميل بحري. وتعتبر إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية لدعم قدراتها على تأمين الحدود وخطوط الملاحة البحرية وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحرين المتوسط والأحمر.